السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير صحيحه لاباس. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم مره اخرى في قناتي عالم سمراء. نتمنى الجميع يكون في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم كيك، يعني للناس اللي مصابين بمرض السكري. الله يشافيهم ويشافي جميع المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. غدا ندوز معكم المقادير ان شاء الله. عندنا 3 د البيضات، كاس ديال عصير البرتقال ولا المندرين، انا تصاب عندي المندرين درت المندرين، نص كاس ديال عصير الحامض، المهم الليمون الحامض، كاس لاروب مع مرش يعني تاع الزيت، زيت المائده. وهذا المكون يعني اللي تصاب عنده يديرو، اللي هو الشوفان، كاس ديال الشوفان. ما تصابش يدير كاس ديال القمح الكامل، يعني القمح بالنخاله ديالو، القمح بالنخاله ديالو. ما تصابش عاد ديك الساعه يدير 2 كيسان ديال الدقيق الابيض ونص. بمعنى دابا انا عندي كاس ديال الشوفان وكاسونس ديال الدقيق الابيض، قبيصه ديال الملحه، 2 خمارات ديال الحلوى، واحد فانيا، وواحد نسمه ديال الزهر. ندوزو الان للطريقه على بركه الله. بسم الله. غدا نطرب البيض. بسم الله. انا عندي هنا البيض بلدي، يعني غادي نطرب وحده بوحده، غادي نقص وحده بوحده. بسم الله. غادا نزيد الزيت، وغادا نزيد الكاس ديال الحامض، نص كاس ديال الحامض، الليمون الحامض، ونص كاس ديال عصير البرتقال. هاد الحامض والبرتقال اللي كنديرو هو اللي كيعطي ليها واحد النسمه، واحد النكهه، واحد اللذه. ما كتجيش مسوسه باش تجي هكا، تجي بحال ما عندها مذاق. فهمتوا؟ يعني خاصنا مادام غادي نعطيو الناس الناس اللي مصابين بمرض السكر، غادي نعطيو لهم ياكلوا حاجه ما فيهاش السكر. نحاولوا ما امكن ندخلوا في الكيك حوايج ولا مواد اللي تعطي لنا اللذه، وما يكونش السعرات ديال اللي كيكونوا مسببين في السكر تكون عاليه. المهم دابا غادي نطرب غادي نزيد واحد القبيصه تاع الملحه، وغادي نطرب هاد الخليط كله مزيان. دابا بعد ما طربنا مزيان البيض والليمون الحامض وشويه المليحه والزويته، غادا نزيد هذا غادا نديرو، غادا ندير بحال دائما، غادا نخلط، غادا نزيد داك نص كاس على الشوفان اللي هو الخرطال، وغادي نحاول ما امكن نخلطو، عاد نضيفو على الخليط، نخلط مزيان. هادو فين هربانين. هاد الكيك بالمناسبه غادي نديرو ان شاء الله، وغادي نهديه لجميع الناس اللي مصابين بمرض السكر. الله يشافيهم ويشافي لي ميمتي والوالد ويشافي الجميع يا ربي يا الحنين. صافي دابا غادا نزيدو على الخليط، ونزيد داك الكاس ديال الدقيق اللي بقى، ونخلط مزيان. صافي وغادي نخلط هذاك الخليط كله مزيان. الا شفنا انه يعني الخليط يعني خفيف على ديال الكيك، نحاولوا ما امكن، يعني نحاولوا اننا نزيدوا واحد النص
انا نقدر غادي نزيد واحد النص ديال الكاس، يعني غادي يدخل ليا في هذا الكيك كاس ديال الشوفان وجوج كيسان ديال الدقيق ديال الحلويات، يعني دقيق الفورس. انا يمكن غادا نزيدو غادا نزيد شويه جاني خفيف على حسب الشوفان وعلى حسب البيض. كنت كندير انايا فيها جوج بيضات، وملي تصاب عندي داك البيض البلدي درت 3. انا دابا غادا نزيد نص كاس تاع الفورس. انا زدت نص الكاس ديال الدقيق اللي قلت، وغادا نخلط مزيان ونطلقاو باش نديرها في المول. هذا هو القوام علاش هدرت. وثاني اللي بغى يزيد فيها المكسرات بحال اللوز بحال الكركاع ما يسالش، يعني هاد الكيكه المكون الرئيسي ديالها باش تجي لذيذه الناس اللي عندهم داء السكري وما تيقدروش على الكيكات اللي تيكونوا مسوسين، هو داك الليمون والحامض كيعطي ليها مذاق لذيذ، وفي نفس الوقت كيعطي لهم انهم ما يكونش فيهم السكر اللي حنا عارفين انه يعني سبب البلا كله. دابا غادا نزيد الخميرات بجوج ديال الحلويات، وغادا نزيد هادو كيبقاو اختياريين، الناس اللي ما بغاوش يديروهم ما يديروهمش. انا غادا نديرهم سكر فاني وسكر من الصنف باش تزيد تنسم لي الكيك ديالي مزيان. صافي ونخلط ونديرها في المول في فران كيف ما العاده، يعني فران مسخن من قبل على 180 درجه، ونخليوها تقريبا واحد 35 دقيقه حتى طيب تعطينا الريحه ديالها. نقلبوها بالكوردون ولا بالطرف ديال السكين طرف ديال الموس، وديك الساعه نكملوا ليها طيابها. بالنسبه لواحد الملاحظه ما عرفت واش شرت ليها في الاول ديال الفيديو ولا لا، ان الشوفان ملي يعني بغيت نديرو حمرته شويه في فوق العافيه فوق النار، حمرته تقريبا واحد 2 دقائق ولا 3 تيسخن ليا مزيان، ماشي يتحمر ولكن يسخن شويه، عاد ديك الساعه كنديرو. دابا خدينا المول درنا المهم درنا شي ديال الزيت وغبرناه بشويه ديال الدقيق. غدا نخوي فيه نكب فيه هاد الخليط كله، وكيف العاده كنهزو يدينا الفوق وكنكبو الخليط مزيان كله. ونستويه نضربو غير بشويه باش يخرج داك الهواء ويتستوى فيه الخليط، وصافي ندخلوه دابا للفران على عافيه على نار تاع 180 درجه مده 35 دقيقه كيف ما قلت. نخرجوه نقلبوه بالكوردون واش طاب، ندخلوه يتحمر ونقدموه ان شاء الله. صحه وراحه. السلام عليكم مره اخرى. ها حنايا دابا ملي خرجنا الكيك من الفران خليناها تبردات شويه وحطيناها في الطبسيل ديالها فاش غادي نقدموها ان شاء الله. ما غادا نديرو لها حتى شي حاجه لان كيف ما قلنا في الاول انها كيك ديال الناس اللي عندهم مرض السكر، واللي كنقول دائما الله يشفي الجميع يا ربي ويعطينا صحيحتنا وراحه البال والسعاده فاش نعيشو حنا وليداتنا وليدات المسلمين. هكا صافي غادي نقطع واحد الطريف بسم الله باش نشوفوا، يعني هي كتجي هشيشه بزاف و زعما ما نقدر اللي نقول لكم ان راه المذاق اللي الريحه اللي بغيت نقول كيف جات كيف كاينه في الدار. ها هي
كتجي فتيه بزاف. انا غادي نذوق بحال دائما، كتجي فتيه فتيه، وداك الشوفان هو اللي كيخليها تاخذ هذا اللون، هذا داك الشوفان اللي حمرنا. المهم هذه هي الكيك ديالنا اللي درنا. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها وتفرحوا بها الناس اللي عندهم مرض السكر حتى هما، نتشاركوا معهم. علاش لا؟ المذاق ديالها ما بينش نهائيا انه مسوس، لانه فيه كما قلنا الليمون والحامض والشوفان حتى هو عنده واحد المذاق زوين، وعاد ملي كنحمروه كيطلق داك اللذه ديالو اللي معروف بها حبوب الشوفان. نشاركوهم معهم هاد الكيكه وناكلوا معهم هاد الكيكه باش يكونوا بحالنا بحالهم، كيف ما كانوا كيتشاركوا معنا قبل ما يمرضوا الله يحسن العوان، حتى حنا نشاركوا معهم هاد الكيك. واصلا هو راه صحي، حنا كنعرفوا ان السكر راه الاغلبيه ديالو فيه غير كيف ما قلت السكر فيه غير يعني الضرر. هاد الكيك كنتمنى انكم تجربوها، ويا ريت يا ريت اللي جربتها فيكم تحط ليا في التعليقات انها جربتها وانها جاتها كيف ما كان تمناتها، يعني لذيذه وزوينه. نتمنى لكم فرجه ممتعه، تكونوا دوزتوا معايا لحظات زوينين وتكونوا شاركتوا معايا هذا الفيديو. السلام عليكم، نتمنى لكم الخير. كيف ما كنقول دائما ما تنساوش تدعموني باشتراك وجيم وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. بسلامه حتى الفيديو اخر مع عالم سمراء، الى اللقاء، باي باي.